بحسب ظروف المباراة طبعا في مسقط كان التعادل مقبول يعني، لكن مرحلة الإياب تحتاج لتقييم لمرحلة الذهاب. بالنسبة للجهاز الفني، هل سيكون هناك عناصر جديدة في مرحلة الإياب أم سيتم الاعتماد على نفس اللاعبين في الإياب؟ الإياب طبعا نحن الآن بعد ما كملنا الدور الأول الحمد لله، يعني نحمد الله نحن وصلنا المركز الثاني في المجموعة، وهذا يدل على ان نحن لازم نستعد أكثر وأكثر للدور الثاني. أما بخصوص استخدام لاعبين ولاعبين هذا لحد الآن ما في أي شيء أكيد من الجهاز الفني، ولكن كل شيء وارد في كله خطة الجهاز الفني. إذا في لاعبين معنا جديد أو إن نحن نستمر على نفس اللاعبين لحد الآن، نحن نفس ان شاء الله بالفريق اذا في اي تعديل او في اي لاعبين جدد او شيء سيكون اعلان عن طريق الجهاز الفني. هل في مباريات وديه يعني مجدوله بالنسبه للجهاز الفني؟ وهل في معسكر خارجي ام سيكون هناك مباريات في حضرموت؟ طبعا نحن الان بعد ما كملنا ان شاء الله باذن الله الاداره خطط اللاعبين جاهزه اسبوع، وبعد اسبوع ان شاء الله بيبدا المعسكر حقنا في المكان في حضرموت. ان شاء الله الاداره تسعى جاهده اللي يكون ان شاء الله باذن الله معسكر خارجي اذا سنحت الفرصه واذا تم الدعم. معسكر خارجي تكون في المباريات الفنيه والاستعداد ما قادم مو بيكون اصعب واشد، حكم نحن نمتلك 4 نقاط يعني ما بيننا وبين التاهل بين قوسين، لازم نكون نحن في اتم الاستعداد باذن الله تعالى. إذا بالتوفيق الكابتن نايف باشغنون مساعد المدرب نادي تضامن حضرموت.